السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ بكونوا بخير. ثانويه عامه 2026. قبل ما نبدا الفيديو، في قناه تليجرام في الوصف بننزل عليها ملخصات فيزياء وبعض ملخصات المواد التانية، بس لسه ما نزلناش حاجه عن المواد التانية، نزلنا فيزياء بس. هنتكلم النهارده ازاي جبت 60 من 60 في الفيزياء ثانويه عامه 2024، اللي هم كانوا بيقولوا عليه اصعب امتحان في الثانويه العامه. وخدت فيزياء مع مين، وحليت كتابي وذاكرتها ازاي. اول حاجه الكتب اللي انا حليت 3 كتب: كتاب مستر عبد المعبود، وكتاب الامتحان، وكتاب نيوتن. اهو التلاتة دول: نيوتن، كتاب مستر عبد المعبود بس ده بتاع المراجعة النهائية عشان مش لاقي الكتاب الأساسي، وكتاب الامتحان. أنا بقى كنت ذاكرتها ازاي؟ أنا من النوع محبش أذاكر الفيزياء بعد ما أخدها. أنا كنت بكتب ورا مستر عبد المعبود. في الأول في بداية السنة خالص كنت بسمع مستر محمود مجدي ومستر عبد المعبود على اليوتيوب قبل ما اشترك مع عبد المعبود. فانا كنت بحب اكتب وراهم وهما بيشرحوا في الفيزياء، بس المواد التانية كنت بذاكر من الكتاب عادي. ده كان كشكول بتاع الفيزياء كنت كاتب فيه. ده ملخص قوانين مثلا الدرس الاول ده، الدرس الاول. في مثلا ده الدرس التاني، وده اللي هو التوالي والتوازي. ده كان قانون اوم اللي هو الدرس التالت، وحاجات كده. يعني الفيزياء كنت بحب اكتبها واذاكر من اللي انا كاتبه، يعني ما كانتش بتاخد معايا وقت كتير. ده اللي انا كنت احب اعمله، كنت بحب افتح الكتاب واذاكر منه. حتى كتاب الشرح بتاعي كان ابيض من الاخر، كتاب الشرح بتاع الفيزياء كان ابيض. انا كنت بحب اكتب انا ورا المدرس واذاكر من اللي انا كنت بكتبه، واحل بعدها على طول. بعد ما الشرح، يعني عشان ايه ما تكونش نسيت تطبق بعدها على طول. يبقى بفضل معاك كتابين: كتاب هتحله بعدها بيوم، وكتاب في اخر الاسبوع، او لو انت وراك امتحان مصر عامل لك امتحان شامل او كده. ده انا قلت لك ذاكرتها ازاي حليت ايه وذاكرتها ازاي. انا بقى خدت مع مين؟ انا زي ما قلت اهو، كنت سمعت في الاول مستر محمود مجدي ومستر عبد المعبود. بس مستر محمود مجدي حسيته في بدايتي معاه ان هو بيجيب الامثله اللي موجوده في كتاب الامتحان. انا كنت سمعته في الاول، كنت بسمع الشرح بتاعه، كنت بشوف الامثله بتاع كتاب الامتحان هو عارضها على الشرح بتاع السبوره. فكنت بحس لما اجي احل كتاب الامتحان اللي هو انا مش بستفاد حاجه من كتاب الامتحان ذات نفسه. وده خلاني ان انا اشوف مستر عبد المعبود. فهو انا رحت مستر عبد المعبود، شرح احسن، افضل بالنسبه لي. يعني هو في ناس كتير بتشوف مستر محمود مجدي احسن. انا بالنسبه لي كان مستر عبد المعبود هو مخليني بعد ما خلصت ثانويه ممكن ادي درس فيزياء عادي. يعني هو بسم الله ما شاء الله شرحه جميل جدا، يخليك يعني بيدرسك كل حاجه، بيديك معلومات وانت ممكن تدرس بعدها. وده اللي حصل معايا. هي دي التجربه بتاعتي مع الفيزياء. اقول لك انت عايز تقول لي يا عم احل ازاي التلاته والكلام ده، وانت لازم توفر وقتك. هتقول لي اوفر وقتك ازاي؟ كان في فيديو قبل ده ازاي توفر وقتك. فيديوهات الاسئله بلاش تسمعها. يعني انا ما كنتش اسمع فيديوهات الاسئله بتاع مستر عبد المعبود. لو انا كنت غلطان في سؤال اجيبه الشرح بتاعه، غير كده لا، ما اسمعش فيديوهات الاسئله كلها. دي اللي هو عشان توفر وقتك وتحل كتب زياده. وده كانت نهايه الفيديو بتاعنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.